ايه ده؟ النهارده بقى يا جماعه بصور لكم في مكان جديد جدا. طبعا انتوا اكيد عارفينه، هازل اللي في سموحه جنب فيديكس، مشهور جدا جدا. انا شخصيا شفت عنه ريفيوهات كتير قوي. تعالوا معايا بقى نشوف، هنجرب الاكل وهنجرب الديزرت وهنجرب كمان الدرينكات. اسعار اصلا خطيره، وعندهم مكان او اوضه عازل للصوت تقدر تيجي تشتغل او تذاكر فيها. تعالوا بقى مع بعض نشوف هازل من جوه. مساء الخير، معاكم إسراء عصام. زي ما انتوا شايفين كده دي القعدة اللي بره في الهوا، ودي بقى الصالة التانية اللي جوه تقدر بقى تقعد تتفرج فيها مثلا على ماتشات الكورة أو تقعدوا تتكلموا كده مع بعض. المكان كبير وشيك قوي ونضيف جدا جدا وديكوراته حلوة قوي. ودي بقى الصالة بتاعة الشغل والمذاكرة. متعودين على الكوردن بلو بيكون رول، اوكي؟ انتوا شايفين بقى حجمه وشكله مختلف تماما. طبعا بيبقى جوه الكوردن بلو التركي المدخن بقى، وجبنات بقى كتير قوي. غرقان جبنه يا جماعه، غرقان جبنه، بصوا غرقان جبنه رهيب. والطبقه بقى اللي من بره دي كريسبي جدا جدا. انتوا سامعين صوت القرمشه؟ تحفه. ده اجمد كوردن بلو اكلته في اسكندريه كلها، ما بيتعملش غير هنا في هازل. شوف بقى كمان السوتيه جدا، البروكلي وكوسه والمشروم والجزر، بجد الالوان والتسويه حلوه جدا جدا. الوايت صوص بقى رهيبه. وقت بقى هنجرب الويسترن برجر. زي ما انتوا شايفين كده بقى الشكل اصلا اوريدي لوحده كده يديك انطباع انك بتاكل في مطعم عالمي من المطاعم. طبعا اللي احنا دلوقتي عاملين لها مقاطعه. هو بقى مكوناته ايه؟ دبل بيف، يعني قطعتين لحمه كبيره قوي زي ما انتوا شايفين كده، وكمان في صوص رانش، وحاطين بيكن، تشيز كتير، جبن كتير قوي، تشيدر. حجمه قد ايه؟ وزنه خطير بحشو الساندوتش، شكله تحفه جدا جدا. انا هحاول كده يعني اخد قطمه كده لان هو كبير قوي. الرانش صوص في الساندوتش طعمه تحفه وفارق جدا جدا. اللي بيحب اللحمه المشويه هيختار الوجبه دي اكيد جدا، لان عليه البراون مشروم صوص تحفه جدا جدا، ومعاها الماش بوتيتو ومعاها رايس. الرز البسمتي عندهم تحفه قوي. هنجرب كده اللحمه، انا متوقعه ان هلاقيها دايبه جدا جدا. اللحمه يا جماعه دايبه دايبه، شايفين اللحمه دايبه اهي. اختراع كده، انا اول مره هجربه دلوقتي معاكم. زي ما انتم شايفين كده دي ماد ماك بص، مقطعين البرجر عليه كده. نعمل ميكس كده ما بين كل حاجه بحيث ندوق كل حاجه كده مع بعض. الفرايد هالبينو مع الجبنه مع البيف برجر، يعني تفتكروا هعرف اكل الجريمه دي؟ فظيع. دايمايند شريمب، فرايد شريمب. بصوا دي قنبله جمبري زي ما انتم شايفين كده. شايفين حجم الجمبري قد ايه؟ شايفين شكل البيتزا وحجمها كبير جدا. شريمب كده لوحده تحفه، كريسبي قوي، وطبعا متبل حلو قوي، خطير خطير بجد. بصوا انا في البيتزا بجد يعني انا بعرف اكل بالشوكه والسكينه وكل حاجه، بس بصراحه بحس ان هي لازم تتمسك كده، لازم تتمسك كده. شايفين؟ البيتزا اللي انتوا هتاكلوها هنا انت هتحلف بيها في حياتك، يعني انت مش هتدوق زيها في اسكندريه كلها. اجمل عجينه بيتزا واجمل تسويه هتاكلها في حياتك. بصوا بقى نيجي بقى للتشيكن رانش اللي هيودينا في حته ثانيه خالص. انا اصلا من عشاق التشيكن رانش، ودايما كل ما بروح في اي مطعم لازم اجيب البيتزا تشيكن رانش او شريمب. يعني شايفين الحشو اصلا قد ايه؟ بصوا كميه الفراخ اللي محطوطه، ما خطير قوي. وصوص الرانش طبعا يعني محدش يختلف عليه، خطيره. ندخل بقى في قسم الابيتايزر. عندهم طبعا منيو كبير جدا، بس انا اخترت بقى اجيب الديسكو سالاد دي. بصوا برقص لكم عشان هي اسمها كده. الكريسبي كتيره قوي قوي، وطبعا الخضار بقى خيار وجزر وصوصات وجبنه. السلطه ده لوحده كده ياكل حد عامل دايت، بخلاف طبعا الفرايد تشيكن. يعني الهاني ماسترد عندهم اهو، بصوا حاطينه بكميه كبيره، وحاطين بقى شيري توميتو والخيار والجزر وكل بقى الخضار. هنجرب بقى الصوص لوحده. طعمه حلو قوي
قوي يا جماعه، خطيره. فرايز غرقان تشيز، بصوا تحفه. ندخل بقى يا جماعه على الحلو في هازل، وهازل ما بيهزرش في الديزرت. الماربل كريب خطير بجد. طبعا ده انتوا عايزاكم كده بس يعني تشوفوا معايا الشكل، انا اكلته قبل ما اصوره يعني من كتر الحلاوه والجمال. كريب طبعا على الجريل، محشي براونيز، البراونيز محشي وايت شوكليت، معاه بقى الايس كريم على الوش بقى نازل بالنوتيلا بالاوريو. بجد يا جماعه خطير خطير. انا جوعت المكان كله معايا بجد. انا اكلته قبل ما اصوره يعني من كتر الحلاوه والجمدان. بصوا شايفين البراونيز يعني مكونات كتير قوي، متوقعين ان هو تقيل، لا بجد خفيف جدا جدا. معاه بقى بولة الايس كريم يعمل بقى ايه تش كده تحفه. سان سباستيان طبعا بيبقى معاه صوصات كتير، انا اخترت البيستاشيو. بصوا بقى يا سيدي على الجمدان، هذا ما لم نسمع عنه من قبل. لا بجد ده فظيع، ده فظيع. خطير خطير. عشاق اللوتس في هازل هيتدلعوا. شايفين المنظر، شايفين الحلاوه والقمر والجمال. هننزل بقى كده في اللوتس كيك، انا مش عارفه ابدا منين بجد، بس واضح انها بصوا انا عايزاكم تشوفوا معايا الحلاوه والجمال يا سيدي. ايه الجمدان ده، ايه الجمدان ده. فين الكيك قد ايه خفيف وجميل قوي بجد يا جماعه. اللوتس يعني مظبوط، مش مسكر قوي، لا تحفه. التريبل شوكليت كيك، واللي قلبه جامد يجي معايا، واللي بيخاف يطلع بره. ابيض ايه ده ايه ده. شايفين كم الشوكولاتات؟ ممكن تدخلي كده معايا. مستخدمين شوكولاتات يعني نظيفه جدا، والكيك خفيف قوي. اجمد ديزرت تاكله في الشتاء هو الوافل وهو سخن كده. يا جماعه كفايه ريحته بس اللي بتحسسنا بالدفى كده في الشتاء. طعمه تحفه قوي مع بولة الايس كريم، خطير. بصوا بقى يا جماعه، ده اختراع جديد جدا في هازل، سحلب بالبيستاشيو. يعني انا اول مره في حياتي هجربه معاكم دلوقتي. الله ده حلو قوي قوي. طبعا يا جماعه الشتاء يعني مشروبات سخنه. كراميل ميكاتو، بصوا بقى الشكل والقمر. الله جميل جدا جدا بجد. والفوم بقى كتير كده يعني. بصوا مظبوط قوي قوي، او السكر بتاعه مظبوط جدا. الشتاء يعني هوت شوكليت. الهوت شوكليت عندهم خطير، والمارشميلو ده هم اللي عاملينه مخصوص، والوايت موكا تحفه. يا جماعه بعد ما جربنا الاكل والديزرت والدرينكات كمان، يعني المكان فول اوبشن. الستاف بروفيشنال، ناس ذوق قوي 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 بجد، بيتعاملوا باحترافيه وبذوق عالي جدا جدا. مكان فعلا خطير. يعني انت لو بتدور على مكان تقضي فيه يومك كله، سواء مكان تشتغل فيه او تذاكر فيه، لان زي ما احنا شفنا مع بعض هم عاملين صاله كامله عازل للصوت فيها، تقدر تشتغل وتذاكر براحتك. الاكل جميل جدا جدا، يعني هتاكل بجد وتستمتع. كمان لما تحب تحلي الديزرت عندهم خطير، المنيو كبير وكل حاجه تحفه جدا جدا. انا جربت يعني حاجات كتير جدا جدا من المنيو في الديزرت وفي الاكل كمان. درينكات بقى خطيره بجد. السحلب بالبيستاشيو ده في حته تاني اصلا، والهوت شوكليت والوايت موكا بجد خطير خطير. المكان هازل تحفه تحفه تحفه. وتاني وتالت ورابع شابوه للستاف بجد.